عليكم. دكتور قادة حسناء، اخصائيه في امراض الاورده والشرايين. انا جيت اليوم باش نتكلم لكم على واحد لو سامبطوم اللي كيجينا بزاف في الصيف، سورتو كيخص النساء. كيجيو عندنا حيت رجليهم كيتنفخوا في الاخر ديال النهار وبون كيتوليو تقال عليها ما كتقدرش تهزهم. هذا ما كيعنيش انه دائما راه كاين مشكل تاع الدوالي اللي متخبي من الداخل. دونك ايفيكتيفون كنبقاو نسولو هاد السيده، تنقولوا لها كيفاش كدوزي النهار ديالك، اسكو مثلا كانت مرا في الدار واش كتوقف بزاف في الكوزينه، الا كانت كتخدم على برا اسكو كتبقى في المكتب ديالها جالسه، واش كتجلس مده طويله بلا ما تقوم تحرك واخا غير تمشي وتجي. مثلا كنحاولوا نسولوها اسكو كتشرب سوفيزامون د الماء، حيت هذا الشيء حتى هو مهم بزاف باش نعرفوا واش كاين احتباس مائي او لا. اي بيان سور من بعد كنقوموا بواحد الفحص بالصدى باش نشوفوا واش الاورده ديالها ايفيكتيفمون كدير الخدمه تاعها كوم يلفو ولا لا. هذا المشكل كيخص النساء بزاف. الوغ الاسباب، اول حاجه كما قلنا الوقفه بزاف او الجلسه بزاف. ثاني حاجه كنلقاوه مع الناس اللي عندهم مشكل ديال الافراط في الوزن، يعني الوزن تاعهم تيكون زايد لاطاي تاعها بارابور لو بوا ديالها. ثالث حاجه بالنسبه للناس اللي عندهم لا سيدونتاريتي، اللي هي كيبقاو في لا ميم بوزيسيون ستاتيك، سوا جالسين سوا واقفين. هذه حاجه اخرى. ولا الناس اللي كياخذوا الهرمونات، ولا الناس اللي كيشتغلوا في واحد البلاصه اللي سخونه بزاف، بحال لي باتيسري، بحال لي زوزين اللي ما كتكونش لا كليم، وكتلقى ديك السيده كتبقى واقفه او جالسه النهار كله وفي واحد البلاصه سخونه. هذيك السخونيه ايفيكتيفمون كتعطي واحد التوسع في الاورده، وهذاك التوسع في الاورده كيخلينا الرجلين ديالنا يتنفخوا. دونك النصائح اللي كنوجهوا ديما لهاد النساء، حيت خاصه النساء هما اللي كنشوفوهم على ود هاد لو سامبتوم، انهم يشربوا بزاف الماء، انهم يديروا دي بوز كل ساعه. الله يجعلها ما دير غابيل في المكانه تاعها او في التليفون تاعها، كل ساعه تمشي تتمشى واخا غير دقيقه. غير لو فيت كو كنتمشى الدم كيدور، ما كتبقاش لا ميم بوزيسيون ستاتيك كو سوا واقفه او جالسه. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الدوالي او لي فاريس، كنعطيوهم الجوارب الضاغطه باش ما نخليوش هذيك الرجل تنفخ وما يتكونش هذاك لو دم في الاخر تاع النهار. اي سورتو الا كانت الحراره خصنا نشربوا بزاف ديال الماء، ما نهبطوش على اطر ونص حتى 2 لتر على حسب الوزن ديالنا بيان ايفيدامون، وعلى حسب الفصل اللي حنا كنريو فيه. الا كان الخريف بيان سور الكميه كتقل، الا كان الصيف تكون الكميه خصها تكون اكثر. يفو كومبونسي هذاك لو فات كو واقفه او جالسه بالحركه بالمشي، نخرجوا على الاقل واحد 30 دقيقه ديال المشي كل نهار باش ما يكونش عندنا مشكل ديال انتفاخ الساقين في الاخر ديال النهار.